الفيديو النهارده بتاعنا هتشكروني عليه جدا جدا وهتدعولي عليه بجد بجد. مفيش اوفر من كده. الكفته دي فعلا فعلا الكفته المنقذه بالنسبه لي. اي وقت بلاقي نفسي الدنيا مقفوله شويه والمصاريف بقى والغلا اللي احنا فيه اللي انتوا عارفينه بقى، اول حاجه بفكر فيها كفته بابا داوود. تحفه 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 بجد. تقدري تعمليها مع رز ابيض او مكرونه زي ما انا عاملاها كده وبمنتهى السهوله، وبربع كيلو لحمة هتعملي كمية هتقعد معاكي ليومين كمان وتكفي أفراد عيلتك كلها مهما كان العدد. يعني ممكن تكفي معاكي لحد 4 أفراد أو 5 أفراد بجد. والله العظيم الطريقة دي مفيش أوفر من كده. أنا كان عندي ربع كيلو عملت بيه الكفتة اللذيذة اللي انتوا شايفينها دي، كفتة بابا داوود، ولا بتفك منك، وبجد بجد هتشكريني عليها. بس يلا بقى عشان نعرف احنا عملنا الكفتة الجميلة والموفرة دي ازاي. معايا هنا الكبة بتاعتي. بنزل هنا اول حاجة بكمية من البصل، ممكن بصلتين كبار او 3. هقولك ليه دلوقتي، لان انا هاخد منها جزء، هاخد من البصل المفروم ده جزء على جنب زي ما انت شايفة كده. بفرم البصل بتاعي بس فرم ما بيبقاش ناعم قوي، لاني لسه هاخد جزء على جنب مش عايزاه يكون ناعم معايا قوي. باخد دلوقتي كمية على جنب، وهنعرف دلوقتي الكمية اللي انا هاخدها دي هعمل بيها ايه. بعد كده بجيب بقية البصل اللي معايا وبنزل عليه بالفلفل الرومي او فلفل حامي براحتك. ومعايا هنا حوالي نص كوباية من البرغل، كنت انا بلاه وعصراه كويس جدا جدا من المية. انا بلاه لمدة 10 دقايق في مية دافية، مش مية سخنة قوي، المية يعني سخنة تعتبر سخنة. وبعد كده بفرم كويس جدا جدا المكونات دي زي ما انت شايفه معايا. بنزل بقى بالكميه بتاعتي اللي انا بكل المكونات دي بتاعتي كلها بنزل بيها في بوله كبيره، وباجي وبنزل بالربع كيلو اللحمه اللي انا قلت لكم عليه. ربع كيلو لحمه هتعملي مهرجان. عايزه اقول لك هتعملي الغدوه دي هتكفيكي وتقعد معاكي كمان لتاني يوم. بنزل دلوقتي معايا ايه اللي في الكوبايه ده، نص كوبايه من الدقيق على نص كوبايه من البقسماط. بس هنتبل الاول الكفته بتاعتنا. معايا هنا فلفل اسود وبصل بودره وتوم بودره وبهارات كفته كنور وبابريكا وملح. بس خلي بالك من الملح عشان ما يجيش معاكي كتير زي ما انت شايفه كده. يبقى بننزل بالملح والفلفل والبابريكا والبصل البودره والثوم البودره. ومعايا دلوقتي باخد حوالي معلقه كبيره او اكتر شويه، معلقه ونص كده كبيره من توابل بهارات الكفته اللي هي كنور. بتدي طعم جميل جدا جدا للكفته بتاعتنا يعني بتنقلها في حته تانية خالص. بقلب الاول اللحمه بتاعتي وبعد كده بنزل بالتدريج الدقيق مع البقسماط. هو فعلا الكوبايه اللي معايا يا دوب على قد فعلا الكفته، وهو ده اللي انا عايزاها تبقى بالسمك اللي انت شايفاه ده، وتكون مسمغه. انت بتدعكي فيها كويس جدا لمده حوالي 5 دقايق، ما تبطليش دعكي فيها لحد ما تبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. بنيجي هنا بقى وبنشكلها كور زي ما انت شايفه. بعمل كل الكميه اللي معايا اهي، بعمل معاكم. هو طبعا انا معايا تاني لسه شويه تاني في طبق تاني صغير غير اللي لسه باخد منها وبشكل. انا بوريكي بس بسرعه انت بتشكليها باسرع ما يمكن. وبنيجي دلوقتي وبنحمرها. بصي ولا هتفك معاكي ولا هتفتح ولا اي حاجه خالص بجد. الطريقه دي يعني بصوا انا مبسوطه جدا جدا. هي فعلا انا بعملها بقالها فتره، بس فعلا هي دي اكتر اكله بتنجز معايا في اول حاجه في المصروف. لو المصروف طبعا احنا جايين اخر الشهر بتنجز معاكي جدا جدا. مثلا وفي سريعه جدا، وفي نفس الوقت سريعه باسرع ما يمكن هتلاقي نفسك عملتيها. وممكن برضو تعملي معاها برضو رز بشعريه. بس ما فيش حد كل الكفتة دي او الولاد عندي الا فعلا ما بيطلبها تاني وتالت. ففعلا انا بقولك جربيها وعلى ضمانتي انا شايفة لاخر واحدة ما فيش واحدة فيها هتفتح او هتشقق او هتفك منك. معايا هنا الصلصة، انا اسفة طبعا لان الكاميرا ما كانتش بتصور. باخد البصل اللي احنا كنا شايلينه على جنب وبدبله بس مع فصين 2 من الثوم، وبعد كده بنزل عليهم بمعلقتين كبار من الصلصة
اللي انا شايلاها في الفريزر عندي. وبنزل دلوقتي بنص شفشق من الطماطم وعليه، وبحط دلوقتي التوابل بتاعت الكزبره ورشه كمون ومعلقه صغيره من السكر زي ما انت شايفه معايا، وايه ومكعب من المرقه، وبظبط الملح بتاعي وبقلب كويس جدا جدا، وبسيب الصلصه بتاعتي لما تتسبك معايا كويس قوي. طبعا هي متسبكه شويه، هي متسبكه قبل كده بس انا بسيبها برضو تتسبك تاني. وبعد كده بنزل عليها بكوبايه من الميه او كوبايه ونص من الميه، واول ما تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بنزل بالكفته بتاعتي كلها. حقيقي عمرها ما هتفك منك. وبصي هتغلي فيها يومين، لو قعدت يومين تغلي فيها يعني كل ما تيجي تحتاجيها تسخنيها وتغليها برضو مش هتفك منك نهائي. زي ما انت شايفه بنزل بالكفته بتاعتي وبسيبها وبغطيها يا دوب بس بتاخد غلوتين، وبعد كده بقفل عليها. ووقت التقديم برجع تاني اسخنها عادي. انا بقولك ده على ضمانتي انا، عمرها ما هتفك منك. وبقدمها مع مكرونه اسباجيتي او ممكن رز ابيض، وممكن برضو متاح ان انتي تقدميها مع رز بشعريه. بس كل اللي اكد لك عليه ان فعلا من اجمل والذ نوع من انواع الكفته اللي انا بحبها جدا جدا، وموفره وفي نفس الوقت سريعه جدا جدا في وقت قياسي بتعمليها على طول. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسيش اللايك والاشتراك، والف هنا.